السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يلا بينا مع بعض نعمل مع بعض طبق بصارة جميل جدا بالبصل المقرمش، وطبق كده يفتح النفس. أكلة شعبية مصرية الكل بيحبها. هعملها معاكم ان شاء الله بتكات وبحركات كده اول مرة هتشوفوها. بس لو مشيت على نفس الطريقة ديت ان شاء الله الطريقة هتعجبك بإذن الله. لايك وشير بقى للفيديو لو عجبك، ويلا بينا ندخل على الطريقة وعلى التحضير ونشوف عملناها ازاي بأبسط طريقة هتعجبك بإذن الله. معايا هنا نص كيلو من الفول، غسلاه ونقعته حوالي يوم كامل. تمام، لحد ما الحبايه بدأت تتكسر معايا كده. معايا بصلتين صغيرين، لو عندك بصله كبيره يبقى تمام، بصلك صغير يبقى حط عليهم بصلتين صغيرين. معايا حزبه من الكزبره، ونص حزبه من الشبت. تمام، وهاخد معلقه كبيره من التوم. جبت بقى هنا حله سلستين بتاعتي اهيت اللي هرفعها على النار، هحط عليها البصلتين الصغيرين. تمام، مغسولين ومتنضفين كويس. هحط بقى نص حسبة ال البقدونس. تمام، على شويه صغيرين بس شبت. هنحط نصها دلوقتي ونصها كمان يعني في اخر لما بتستوى كده، عشان لو حطيناها كلها دلوقتي هتسمر معاكي وهتاخد لون كده مش حلو. حطيت هنا معلقه توم مفروم، لو عندك توم صحيح هتحط حوالي 4 فصوص من التوم كبار. تمام كده. وهسيب بقى الشبت دي كده في الاخر. هنرجع نشوفها هنكملها زي مع بعض. تمام كده، من غير ملوخيه بقى ومن غير اي حاجه خالص، لان بشوف ناس بتحط لها معلقه ملوخيه. لا، احنا هنعملها كده بطبيعتها وزي ما يعني احنا متعودين عليها، وزي ما بنعملها كده بالطريقه دي. تمام. هنا بقى حطيت الميه بتاعتي اهيت وهرفعها بقى على النار، تاخد وتدي كده مع نفسها حوالي نص ساعه، وبعد كده نشوفها مع بعض. هنا بقى بدأت احط الطاسه بتاعتي على النار اهيت، وحطيت فيها كميه زيت مناسبه. ودي شكل البصاره بتاعتنا اهيت بعد ما قربت تدخل في السوا. تمام كده، دي بقى شكلها. هبدأ بقى هنا ازود لها باقي الخضره بتاعتي اللي موجوده معايا. يعني ولسه كده 10 دقايق او ربع ساعه وهطفي النار. لو حطينا كميه الخضره كلها هتاخد لون مش حلو كده وهتغمق مني. انما الحركه دي كده بتخلي البصاره بتاعتك لونها اخضر ولونها جميل كده ويفتح النفس. تمام. هنا بقى معايا الزيت بتاعي اهوت، كنت قطعت في المرحله ديت بصلتين كده كبار هما، مقطعهم رفيعين من البشره كده بتاعت البصل، عشان خاطر انا عايزاهم كلهم سمك واحد، عشان دي البصله اللي هنزودها للبصله بتاعتنا في الاخر، طبق البصله في الاخر. نبدا بقى نحط كده البصل بتاعنا بدون اي اضافات خالص، نشا ولا دي ولا اي حاجه، وياخد معاك ان شاء الله لون مقرمش، وهياخد معاك لون جميل جدا. تمام. هبدا بقى هنا اقلب البصل بتاعي اهوت، بس ايدك فيه على طول، ما بتشيليش ايدك منه، عشان خاطر ما ياخدش، ما يعني جنب ما ياخدش لون، والجنب التاني ما يتحرق منك وكده. لازم ايدك تكون فيه على طول. شكل البصله بتاعتنا هي بعد ما بعد ما سوعت هبدا اضربها في الخلاط. دي شكلها هي، شايفه ما شاء الله تقلها وسمكها حاجه كده جميله جدا يا بنات. ويا دوبك بس يعني رجيت كده الشفشق بتاعي بشويه من الميه. جبت بقى هنا بصله صغيره خالص. تمام، بشرها كده من المبشره، مقطعاها خالص كده بالمبشره. هبدا احط عليها شويه فلفل اسمر، واحط عليها برضو ملح. جيت هنا على البصله بتاعتي حطيت عليها نص معلقه صغيره بس كمون، ما تكترش الكمون عشان ما يمررش. وحطيت معلقه كبيره كزبره ناشفه. تمام. حطيت هنا الملح بتاعي. تمام. هبدا بقى ادعك البصله كده بالفلفل الاسمر والملح. هدعكم كويس جدا لحد ما اخلي البصله تشرب الفلفل الاسمر والملح، اكننا بنبقى نطبخ طيور وكده. يعني ما شاء الله الطريقه دي جميله جدا. معايا هنا البصله بقى الزيت بتاع البصل مع شويه بصل كده صغيرين كده. هديها هديها كده على البصاره، بدهم تقليبه. البصاره بتاعتنا بدون اي ماده دهنيه خالص. حطينا بقى المعلقتين الزيت دولت بالبصل اللي احنا محمرينه دوت كده. لما تسيبي شويه كده تحطهم على البصله مع البصله النيه اللي احنا حاطين فيها الفلفل الاسمر والملح. بجد بيديكي طريقه جميله جدا وبيديكي طعم جميل جدا جدا جدا. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعرفوا يعني انا ليه واثقه في كلامي كده. الطعم بتاعها كان جميل وريحتها كانت قلبة الدنيا. تقدري تعمليها بقى وتوزعها على حبايبك، وان شاء الله الطريقه هتعجبهم. دي تقولها هي تدوس سمكها هي، احنا مش بنتقلها اكتر من كده، لان هي كده كده لما بتتساب تبرد في الاطباق بتتقل اكتر. تمام. ولو تقلت اكتر هتحس ان هي يابسه كده معاكي وكده. لا، انتي بتخليها كده سمكها وسط كده اهو، وهي كده كده لما بتتساب بتتقل وبتبقى حلوه معاكي. تمام. هنا بقى في المرحله دي لو لقيتها تقيله معاكي بتخفيها مثلا بنص كوبايه ميه، وتديها يا دوبك بس غلوه واحده بس، وبتقومي مطفيه عليها النار.
تمام. البصاره ما بتغليش كتير، لان لو غلت كتير هتتقل معاكوا كده. دي ده حلقات البصل اللي انا كنت حطاها كده في قلب البصره وهي على النار. تمام. البصل بيبقى عطاها طعم جميل جدا، والبصل ان هي بتبقى عطيها طعم جميل جدا جدا. ده شكل الاطباق بتاعتي اهيت. احنا هنا بقى في المرحله دي نستنى شويه كده، قيمه 5 دقايق لحد ما الاطباق بتاعتنا يعني تتشمع كده وتاخد وش. نبدا نحط عليها البصل اللي احنا محمرينه. احنا دلوقتي لو حطينا البصل واول ما هي اتغرفت على طول وهي سخنه، هتلاقي البصل بتاعك غطس فيها كده وايه، مش على الوش كده، وتحس اللي هو طرى ما هوش مقرمش. تمام. الخطوه دي مهمه جدا جدا، ان شاء الله تعمليها كده وان شاء الله تعجبك باذن الله. ودي شكل الاطباق بتاعتنا هي. بعد ما مسكت كده ببدأ بقى اوزع عليها البصل بتاعنا اهوت. البصل بتاعنا على الوش اهوت، ما بنزلش منها ولا بغطس ولا كده، عشان خاطر احنا سايبينها تنشف كويس. هنا بقى جبت في الاخر كده طبق كبير حلو كده، بيلم بقى اولاده وبنلم بقى ونقعد كده مع بعضنا كلنا في طبق واحد، بيبقى حلو يعني. تمام. دي بقى الاطباق بتاعتنا هي في الاخر. ما شاء الله، ريحه وشكل جميل جدا. اتمنى ان شاء الله تجربوها، واتمنى ان شاء الله تشيروها كده، وان شاء الله الطريقه تعجبكم باذن الله. لايك وشير بقى للفيديو لو عجبكم، وان شاء الله استنى منكم التعليقات بتاعتكم واستنى منكم الكومنتات. واتمنى تدعموني باللايك وبالاشتراك على القناه، عشان ان شاء الله القناه تكبر بيكم وليكم. مع السلامه.